ويجز نزل تراك جديد. الايام مش زي بعضها بس ايامي زي بعضها وحاجات ياما كانت. تراك اسمه الايام ونزل تمهيدا للالبوم الجديد بتاعه، واللي ويجز كان قال انه هينزل يوم 29 اللي جاي. نزول البومي ان شاء الله. البومي هينزل يوم 29 الشهر ده. في اقاويل بتقول ان الالبوم ده هيكون مكون من 20 تراك، فدي حاجه جامده الصراحه، حاجه تعوضنا عن جدول الضرب. وعلى الهامش كده مروان موسى برضه هينزل الالبوم الجديد بتاعه في نفس اليوم مع ويجز، فاكيد الموضوع ده مش صدفه يعني، ممكن يكون مارو بيسوق اكتر للالبوم بالحركه دي. المهم يلا بينا نبدا ونشوف التراك ده بيقول ايه. ازيك يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ النهارده هنتكلم عن تراك ويجز الجديد. حابب ابدا بالكفر بتاع التراك، شكله ملفت وروش فشخ، معمول بالبيكسلز كده وبيفكرني بالارت ورك بتاع تراك خسرت الشعب كستايل يعني. تراك من دخلته عرفك انه بوب افرو تحديدا، دي حاجه منطقيه لنا في الصيف، فويجز حب يعني يعمل حاجه صيف. ولو الالبوم فعلا زي ما بيقولوا هيكون 20 تراك، فاتوقع انه هيبقى متنوع فشخ، لانه اكيد مش هيخلي ال 20 تراك كلهم افرو، فاهم؟ الايام زحمه ودوشاني وسلامتك يا دماغي. بيقول ان ايامه بقت مليانه حوارات ودوشه ودماغه تعبته من الموضوع ده. واخداني اللي بكيت ونشف على خدي بخر ونساني. التراك شكله راح في حته الحزن، ويجز بيعرف يكتب ليركس سات حلو قوي الحقيقه. ان الصامت ناجي بس هتكلم تاني ولا غمض عيون. واضح خالص مش محتاج يتشرح في حاجه، هو عامه التراك كله واضح ومفهوم، مفيهوش حاجات مبهمه، فاهم؟ نعمل ايه والناس نايمه ومش حاسين وقلبي زي طير حزين. البار ده معبر فشخ الحقيقه، بيقول ان قلبه مكسور وحزين وقت ما الناس نايمه ومحدش حاسس بيه، واكيد الموضوع ده حصل لنا كلنا قبل كده. كلنا لما نيجي ننام بنفتكر حاجات تزعلنا وتخلينا ما ننامش. حزين اشكي لمين مين هيحس كلها دنيا وعايشين. بيأكد على الكلام اللي احنا لسه قايلينه، انه محدش هيحس بيه حتى لو اشتكى. بيت حلو الصراحه، بس الواحد مل، فاهم؟ دي مش اول ولا تاني مره نسمع ويجز على بيت افرو، عمل هيتات قبل كده زي اميره والبخ اللي كسروا الدنيا. كنت افضل ان التراك ده يكون راب او حتى لون جديد ما سمعنوش قبل كده من ويجز. عيش في عذاب انا هعيش لنفسي ولا افضي نفسي واعيش لله. هنا ويجز بيسال نفسه سؤال محير، بيتساءل انه يعيش لنفسه يعني يعيش حياته يعني وكده، ولا يعيش للناس؟ بعيدا عن الميكس هنا اللي واخد صوت ويجز وعامل له بيتش داون، بس البار ده حزين ومعبر فشخ. بيقول ان الايام فرمت احلامه، كان عنده احلام بس الايام قضت عليها خلاص. اغلب الشباب اكيد البار ده شدهم او اثر فيهم، لانه حقيقي فشخ. وحاجات ياما كانت في ايديا دلوقتي نفسي اوصل لها. بيتحسر على الحاجات اللي كانت معاه وراحت منه، لانه ما كانش مقدر قيمتها ساعتها. فبالتالي زي ما انت عارف ان الحاجه لما بتروح منك تعرف قيمتها، وبس كده الكرز بيتعاد بعدها وخلاص. ناس نايمه ومش حاسين وقلبي زي طير حزين اشكي لمين مين هيحس. مستني الالبوم الجديد بتاع ويجز وحاسس ان شاء الله هيكون على قد التوقعات. وبس كده يا صديقي، لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والسبسكرايب.